ازاي بطريقة بسيطة لو جالي رايش اللي شغالين في النجارة او في الحدادة. ازاي لو في رايش جه في القرنية العين بتتقسم لحتتين، البياض ده اللي هو في الملتحمة دي اللي هو البياض، لو جاي فيها رايش بتغسل عينك كويس بينزل. المشكلة بقى الحقيقية ان لو جالك الرايش في القرنية نفسها اللي هي الدايرة اللي فوق النني دي في السواد، دي بقى المشكلة انها بتعمل التهاب شديد وتعمل تدميع ومتقدرش تفتح عينك وكلام من ده. فانت بتعمل ايه؟ الاول ما تشك ان في رايش بتغسل عينك كويس، وبعدين تبص في اضاءة كويسة في المراية. لو لقيت نقطة سوداء او حاجة في السواد، هتعمل اللي احنا بنقوله ده. هنجيب قطرة اسمها بينوكس. البينوكس دي عبارة عن قطرة مخدرة، بنج موضعي بتتحط في العين اللي فيها الرايش، وبنجيب سرنجة انسولين. طبعا القرنية من النوع اللي ما تقدرش ان انت تلعب فيها وهي مش متبنجة، لانها مليانة اعصاب. انما لو انت حطيت قطرة البنج دي بعديها بدقيقتين هتلاقي نفسك تقدر ان انت تحط ايدك من غير ما يبقى فيه مشاكل، مش هتحس بحاجة. بعد كده بتجيب ظهر سرنجة الانسولين السن، وبتقف قدام مراية اضاءة جيدة، بالظهر كده بتزيح المكان الرايش ده من مكانه بالراحة خالص لغاية ما تلاقيه يتحرك، وتروح غاسل عينك بالمية تلاقيها نزلت. طبعا الرايش وشيله بالطريقه دي بيعمل قرحه بسيطه في القرنيه. القرحه دي لازم تاخد قطره مضاد حيوي قوي ومرهم مضاد حيوي، وتغطي عينك على الاقل 48 ساعه اللي حصل فيها الرايش عن الاضاءه، يعني لازم تغطيها كده بكفر للعين 48 ساعه، مع انك انت بتاخد قطرات مضاد حيوي قويه ومرهم مضاد حيوي قوي يهدي لك الالتهاب. نتمنى ان الجميع صحة جيدة، ونقدر دي طريقة بسيطة يقدر اي حد شغال في الاعمال اللي قلنا عليها ودخل في رايش في القرنية انه يشيلها بمنتهى السهولة وما يحتاجش اي مساعدة من حد. اتمنى للجميع صحة جيدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.